أهلا بيك في رحلتك، رحلة توازن الطاقة الأنثوية. اليوم رح نحكيو على الجرح اللي يخلي طاقتك تتخبى ويخليكي تحسي بالقوة الزايدة بلا راحة بلا سكون. قبل ما نبداو خذي نفس عميق، ركزي على جسمك، على الكتف، على الصدر، وين حسيتي التوتر. خلي روحك حاضرة بلا حكم، بلا لوم، بلا استعجال. العديد منا تربى على أن لازم نكونوا دايما قويات، لازم نخفي ضعفنا، نخفي خوفنا، نخفي مشاعرنا. هذا الجرح يجي من الطفولة، يجي من المجتمع. مع كل كلمة قالتها لك وحدة لازم تكوني قوية، لازم تكوني فاقت، ما تبكيش، لازم تكوني توجور صامدة. ركزي في حياتك اليوم، وين راكي تشوفي باللي لازم تكوني دايما قوية، ما تحبسيش من القوة. وش هو شعورك كي تحبي تبيني نعومتك وما تقدريش؟ خذي نفس عميق. الخطوة الأولى باش توازني طاقتك لازم تتعرفي على الجرح، تسمحيله بالظهور بلا خوف، بلا لوم. اقعدي وارتاحي بشكل مريح، هزي كوباية شاي ولا القهوة ولا مشروبك المفضل، وركزي على مكان الشد والتوتر في جسمك، كتفك، صدرك، رقبتك ولا بالك ظهرك. خذي نفس عميق، خرجيه ببطء. قولي لنفسك نسمح لقلبي يهدأ، نرجع لنعومتي. القوة الزايدة تولي سلسلة ثقيلة على جسدك، دماغك دايما متوتر، الطاقة الأنثوية تتخبى، تولي حياتك مرهقة، دايما تعبانة، علاقاتك تتأثر، الحب، الدعم ما يمروش بسهولة. واحدة نعرفها حكت لي إنها كانت تحس إنها لازم ديما فاقت في كل مواقف، تحشم، ما تقدرش تبين في الدار، في الخدمة، ما تقدرش تخلي روحها تبين ضعف، ما تقدرش تخلي تبين مشاعرها الحقيقية، تحس كأنها تعرّات للناس. لكن كي بدأت تسمح لنفسها بالبكاء، بالتعبير عن ضعفها، مش محتم devant les autres، لكن حتى لنفسها فقط، لاحظت أنها الطاقة تاعها رجعت، والناس اللي autour d'elle بداو يحسوا الفرق في الهالة تاعها، في الانرجي تاعها، في الأجواء اللي راهي تسيبها كي تدخل المكان. ركزي على كل شهيق وزفير، لاحظي إحساسك في جسمك، ركزي على القلب، اسمعي دقات قلبك، على كتفيك، ارخيهم. قولي لنفسك أنا أسمح لقلبي بالهدوء، أنا أرجع لنعومتي. رددي معايا أنا أسمح لقلبي بالهدوء، أنا أرجع لنعومتي. كرري التمرين 3 مرات، ركزي على كل شهيق وزفير، على إحساسك، على طاقتك الأنثوية. القوة الحقيقية للمرأة هي في الجمع بين الضعف والنعومة، الحضور والقلب المفتوح. اليوم قبل النوم كرري التمرين 1 دقيقة، لاحظي شعورك،
لاحظي الفرق في الطاقة تاعك اليوم وغدوة. إذا أمكن كرري التمرين 3 ليالي متواصلة وزيدي لاحظي الشعور كيفاه يتغير. أشكرك على وقتك، شكرا لأنك موجودة مع روحك. الحلقة الجاية راح نحكيو على فن السكون، كيفاه تهدي نظامك العصبي. باللقاء.